إذا شخص خطب مرأة رايح بيشوفها في شيء اسمه نظرة شرعية، شنو هي حدودها؟ طبعا المسألة فيها تفصيل، راح نبين بعض حدودها. حين واحد فعلا ناوي يتزوج بهالمرأة بس بيشوف شكلها، فشنو الشغلات اللي يجوز المرأة تكشفها أمام الرجل، وشنو هي المدة؟ يقولون الفقهاء المشهور عندهم إنه يجوز تكشف شعرها، الرقبة، الساق، المعصم، ومو إلا تلبس ملابس ثقيلة وايد، ترقق الثياب، مو لباس شفاف، لا ترقق الثياب يعني ملابس بحيث أن تفاصيل الجسم تكون واضحة، ما تثقل وتلبس مثلا جاكيت وما شاكل. هذا المقدار يجوز الرجل يطالعه في المرأة. طبعا فرض المسألة أنه يعني مو عارف التفاصيل هذه قبل. إذا يعرف التفاصيل ما له معنى هذا كلامنا، لا ما يعرف التفاصيل، ويشوفها بالمقدار اللي يتضح عنده. فإذا كانت نظرة واحدة كافية، شاف خلاص يلف وجهه تروح تبدل. مو اللي يصير عند البعض العوائل ان تي مثلا قاعده بدون حجاب تقول لها نظره شرعيه ويقعد يسولفون ويتكلمون، لا هذا غير جائز. المقدار الجائز المقدار اللي يرتفع الجهاله اللي عنده بحيث عرف شكلها، هذا المقدار الجائز، ويكون قاصد التزويج فيها. مو يقول يلا انا بدخل على كل البيوت واللي تعجبني باخذها، مو يدخل من هالاختبار يختار اللي يبيه، لا ما يصير. واضح؟ وهو ناوي يتزوج منها، سأل عنها مثلا وما شاكل، خلاص وده يتزوج بس بيشوف شكلها، مقدار الشعر، مقدار الرقبة، مقدار الساق، جزء منه يطلع، المعصم، هذا المقدار يجوز يطالعه. وقلنا هي النظرة اللي لما يطالعها ويتأكد يلف وجهها، مو انه هو طول الوقت مقدار 3 دقائق، هذا وايد، مقدار اللي ترتفع فيه هذه الجهالة. ولا يصير بعد عند العوائل ان كل ما واحد يلا بيخطب يلا خل يشوف، هذا مو مناسب. البنت مو بضاعة يعني 24 ساعة كل واحد داخل يخطب يشوفها، لا، في موارد خاصة، وفي يعني إنسان مؤمن ثقة كذا، وفي مسائل تتوجه للزوج نفسه. هذا الرجل مو يقصد يطالع بشهوة يتعمد، هذا غير جائز. إنه يقصد يتعمد يطالع بشهوة هذا أكيد حرام. واضح؟ ففي تفاصيل، مو مطلقا المسألة خلاص أي واحدة يلا اكشف وشوف، مو صحيح هذا. وأكدنا على نقطة، لازم يكون حالها مو واضح عنده. إذا هو من قبل عارف شعرها وشايف شعرها ولو بالغلط، ولو هو ذاكر مثلا مقدار الشعر نعومته وكذا، يعني مو مهم، المهم انه كان اذا شايف قبل بعد الشعر ما يطلع. يعني كلامنا ان الحال السابق عنده مو متضح، اما اذا كان متضح بعد ما تأتي. نعم نعم زين، هذه خلينا نسوي لها مقطع ثاني لانها شويه فيها تفاصيل. في نقطة نسيت أقولها، وهي مسألة أن تحط مكياج وتنزل، ما يصير. فإن هي تمكياج وتحط مكياج، هذا الدليل ما دل عليه. الدليل دل أنها تكشف بعض الأماكن، نقتصر على مقدار الدليل. ثم في شغلة أنا ما أدري يعني مدى وعي المجتمع لها، ما أدري هل يحتاج آبائهم أمهاتهم يعلمون البنات هالمسألة. لمن أنت من البداية تحطين مكياج وتعمدين تخفين بعض العيوب، وهو يشوفك ويطالعك وينبهر، بعدين يكتشف مثلا بعد يصير الزواج انه مو هذا المقدار اللي هو كان باني عليه، انت راح تتضررين. صدقيني اختي، والله انت الخسرانه. لان اذا هو كان، انا الحين قاعد اتكلم مو هو صح غلط، انا قاعد اقول لك النظره العامه للشباب، هذه اسمعيها مني. انا ما قاعد اتكلم الحين عن شيء ديني، قاعد اتكلم عن شيء اجتماعي. الرجال بشكل عام اللي في المجتمع اللي انا اعرفهم واللي هو مجتمعنا العام، انت لما تحطين مكياج وتخفين بعض العيوب وترسمين الخشم بطريقه معينه وكذا، وهو يشوف وينعجب، بعد ما يصير الزواج ما راح تقدر تحافظين على هذا طول الايام. يمر اليوم الاول، الثاني، الرابع، الخامس، العاشر، بعدين هو يقوم يشوف انه مو هذا الوجه اللي انا كنت باني عليه. صدقيني انت خسرانه، سمعي مني هالكلام. يبلش هذا سقف التوقعات عنده يقل وايد يقل. خليك واقعيه وصريحه وواضحه معاه من البدايه، لأن بعدين هالشغلات هذه أنت راح تتضررين. لأن ترى شوفوا، الساحقية العظمى من مجتمعات العالم كله، والساحقية العظمى مو الوايد، الأكثر الناس ترى عينهم وايد نظيفة، ترى يقارنون، يطالعون ويشوفون.
وإذا أنت سويتي من البداية هالشيء أنت راح تتضررين من هالجهة هذه، لأنه يبلش في الغالب راح يقارن، راح يطالع، وهو نفسيا يقول لا أنا اللي شفتها ما كانت كذي، هو ما راح يفهم عدل هالمسائل. فأنت تستفيدين حتى تكون العلاقة من البداية علاقة واضحة. هذا مقداري وهو مقداره، مثل ما أنت ما تقبلين لو هو مثلا عنده لا سمح الله إعاقة ولا شيء يخفيها، بعد يقول ها أنا ما كنت أدري هذا الشيء فيك، أو سوى شغلة معينة، ما حد يقبل هذا الشيء. فكوني واقعية، خليك واثقة بنفسك على الوضع اللي هو موجود، أساس باكر لا أنت تكونين الخاسرة في هذا الزواج، لأن سقف التوقعات عنده وايد راح يقل، نفسيا راح يقل التعامل معك وانت ما تدري شنو هو السبب، وقد هو بعد ما يدري شنو هو السبب. هذا أحد الأسباب النفسية الاجتماعية اللي شفتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد.